رسالة إلى كل شباب مصر. يوم 30 العصر هيكون للشعب النصر، والشعب هيحكم مصر، وكفاية ظلم وقهر. الشعب زهق من الصبر، 30 سنة مر، والسبب الليمون والعصر. اتفقوا على الجوازة ودفع الإخوان المهر، هنمسك احنا الحكم وطنطاوي قضي عفر. وقلنا مش مهم نبدأ من عند الصفر. راح وقف في الميدان فتح البدلة كمان، وكلمنا فتحة صدر، وكمان وعدنا ان هو هيبقى الرئيس لكل شعب مصر. صدقنا وقلنا كويس، جالنا ولي الامر ولقينا خبط ورزع، واطفال بتموت بالقطر، وجماعته ما شتلوش وبيأمرونا امر. يوم 30 العصر هيكون للشعب النصر، والشعب هيحكم مصر، وكفايه ظلم وقهر. والشعب زهق من الصبر، 30 سنه مر، والسبب الليمون والعصر. يوم 30 العصر هيكون للشعب النصر، والشعب هيحكم مصر، وكفايه ظلم وقهر. والشعب زهق من الصبر، 30 سنه مر، والسبب الليمون والعصر. الرياء خرفان بالراب، هقول كمان كلام ممكن تعتبروه باب. كلمة الكل أصبح يقولها على الإخوان، كلمة بقت في السياحة أهم الأركان، وهتلاقوها على كل يافطة في الميدان. وهنرسم خروف كبير على كل الحيطان، وده أقل حاجة من شعب اعترف بالذنب وندمان. وعلى رأي المثل خان يخون، كمل بقى يا غفلان وارجع. وهقول من تاني الرياء خرفان، هتقولوا اني كافر برضو نازل لاني مش جبان. هتقولوا اني فلول وايه الجديد، ما انا فلول من زمان. هتقولوا عليا اني واحد مغرور. يوم 30 العصر هيكون للشعب النصر، والشعب هيحكم مصر، وكفايه ظلم وقهر. والشعب زهق من الصبر، 30 سنه مر، والسبب الليمون والعصر. يوم 30 العصر هيكون للشعب النصر، والشعب هيحكم مصر، وكفايه ظلم وقهر. الشعب زهق من الصبر، 30 سنه مر، والسبب الليمون والعصر. انت بترفع لي صباعك وبتهددني، انا مش هخاف، انت اللي لازم تخاف مني. بتهدد مين يا مسكين؟